حنا شوف ما كنختلفوش، حنا كنطالبوا اما الموت ولا المذله. حنا ما بغيناش حنا ندخلوا لذاك الخبز السياسي وبقى الضرب وهذه كل بغينا حنا نكونوا. بغيتي مثلا نقلب الفيستانه كره قلبتها كره وليت عياشي كره. صح. دقيقه حكيم بنوصلك الفكره. انا نقول لك كي الجزائر كي المغرب كاع رانا في الزبل. انا مانيش نقول لك الجزائر نيويورك والمغرب زيمبابوي. عطيني بالك انا نتمنى وكنت متمني يكون عندنا واحد كيما الصديق في الجزائر. اقسم بالله كون صدق واحد يتكلم بالحقائق في الجزائر كيما الصديق. اقسم بالله غير نستعرب باللي عندنا صح رجال. اقسم بالله انا ما عنديش مع الاشياء. لا الصديق والله شوف والله الصديق كون عرفته. والله شوف الصديق انا نقول لك نعتز بواحد كيما الصديق في الجزائر. الصديق شوف بلاتي امين شوف كي الحل غادي تهزوا الصديق ديوه للجزائر غير ما ديروش كيف زربوا عليه كيف زربتوا على السلطان. لا السلطان شوف نتحداك اخويا حكيم. نفتحوا قوس انا صغير مالغريك باغي تكوبي اللايف وبالك تصبح خدام. شوف ما لا ديفيرونس ما بين المغرب والجزائر. انا شوف كاع العيوب اللي في الجزائر واذكرها شوف ونصدق لك عليها ابلون. شوف نسيني لك ورقه ابلون وحط كاع العيوب تاع الجزائر. ولكن هل هناك معارضين مغاربه في الجزائر وعندهم منصات في الجزائر كيما كبير وانور مالك وكيما سعد هشام عبود ويتكلموا من المغرب ويسبوا الجزائر من المغرب؟ ما كانش. ولكن في المغرب كاين بزاف ناس يقول لك الاعلام المغربي ما يسبش الجزائر، ولكن كاين جزائريين يسبوا الجزائر من المغرب وعندهم هذاك كيف يقولوا له هذاك اللجوء، عندهم هذاك الشيء. ولكن جيب لي من بعد من هذوك اللي راهم هنا خوتنا المغاربه اللي راهم يخدموا بعرق جبينهم ونعتزوا بهم وراهم خاوتنا وراهم اولادنا وراهم احبابنا. اعطيني بالك حكيم. لا باش ما نكثروش خويا العزيز امين. شوف ما نكثروش الله يرضي عليك. شوف كاين خبز. انا كتقول لي دي صديق. انا كتقول لي دي صديق للجزائر صافي دير كوا راه يبيع في بلادو في الجزائر. شوف اسمع لي كاين النظام الجزائري يساهم في بعض الاجندات في الضرب في النظام في يعني في التفاهه وضرب يعني في الاجنده المغربيه، وكذلك الاجنده المغربيه كتضرب في الاجنده الجزائريه، وهذا هو اللي لاعبين عليه. نجاوبك يا حكيم. الجزائر كي تبغي تضرب المغرب تضربه ديريكت، ولكن المغرب لا يضربوا تحت الحزام. لا يضربوا تحت معك يا صاحبي. اعطيني بالك يا حكيم. ما تقلقش يا حكيم. ما تقلقش يا حكيم. اخويا العزيز الله يفيد السد. ما تقلقش. هذه التاليه ونخرج. هذه التاليه ونروح. يا العزيز انا اول مره نشوف الصداق ديال الجزائر طالبين فيه 250,000 اورو وتسدك الجزائر عندنا 250,000 اورو. انا اول مره نجي يا خويا. هذا قلت لك يا سي محمد ما تقلقش. انا قلت لك ما خصنيش واحد يسب المغرب من الجزائر. راك معايا ولا مش معايا؟ بغيتي تصدق انت الجزائر طالبين فيه 250,000 اورو. المشكله ما تقلقش. اصبر يا صاحبي. كاين انا نقول لك باللي الجزائر راهي تتحدى في المغرب ومتبنيه البوليزاريو وتهدر وتقول العدو الكلاسيكي ولا العدو مش عارف تقول. وكاين حاجه واحده اخرى، الملك يمد اليد الممدوده للجزائر للصداقه ويخلي الجزائريين يسبوا الجزائر من المغرب. هنايا تعرف لا ديفيرونس. انا الصديق كي يجي يهدر على المغرب من الجزائر، هذه هي الخيانه. ولكن يخلي الجزائريين يسبوا الجزائر من المغرب ويعطي لهم الحصانه ويعطي لهم اللجوء، ويجي هو يقول لك اليد الممدوده. اسكو هنا بين لي لا ديفيرونس. خوتي العزاز ان شاء الله بربي يكون خفيف عليكم. خويا الصديق لا عادي خويا امين عادي. شوف خويا الصديق انا شوف انا بغيت نقول لك
انا بنزل تفضل. اسمع لي، انا قلت لك جوج كلمات بخلاصه وسالينا. قلت لك النظام الجزائري او الحكومه الجزائريه، بلا من النظام ندوروا على الحكومه الجزائريه والحكومه المغربيه تساند في هذه الاجندات في الضرب فيما بعضها. فهمتيني؟ هذه جاري بها العمل. هما في الجزائر مثلا هادو اللي مشاو، تقول لي مثلا هاد سميتو محمد هاني، ولا هاد سميتو اللي دخلوا هادو سميتو هادو راه دخلوا ناس قبل منهم مغاربه، ماشي غيافه، مغاربه دخلوا ضربوا في النظام المغربي. خليني نكمل لك. هاد الناس هادو هادي اجنده تتخدمها الجزائر وكذلك المغرب. هادوك اللي في الجزائر ضد شوف خيخي وشوف خيخي تا هي كترجع عليهم، وهما يشوفوا يرجعوا عليها، وهما غاديين ضاربين دايرين حرب وهميه. يعني هذا استغلال بالنسبه لي انا، استغلال يعني باش يلاه ياكلوا العقول ديال الناس ويخليو هاد الناس ما ينساو الحق ديالهم والمطالب ديالهم ويمشيو في هاد الهويه. هذه حقيقه، هذه حقيقه ما فيها لا سياسه لا والو. حنا علاش قلت لك حنا كنختلفوا؟ اسمح لي، علاش حنا قلت لك كنختلفوا؟ حنا ما عندناش في الخبز السياسي، حنا ما عندنا غير نيشان بحال التران. حنا غاديين كنمشيو غير نيشان اللي كاين، اللي ما كايناش ما كايناش. هذا هو اللي كاين خويا. تفضل. شكرا. جاوبك في هذه وننزل بالخف. اخويا غير هذه وننزل غير هذه ونروح. بلاتي يا عبد القادر، بلاتي يا عبد القادر. عافاك عبد القادر، كلمه عندي اخويا. راه مول اللايف قال لي تفضل شكري، ربما هضر معايا انا. لا اخويا امين خويا، بقى معنا نتناقشوا معاك شويه. الا كنت تقول كلمه اللي كنت بشي ما عندها حتى فائده باش نجيك اولا. ثانيا الا كنت انت جاي باش تناقش، اعطي الراي ديالك وسين الاراء ديال الاخرين. شوف اخويا كلمه وننزل، ما عليناش نناقش معك. انا ما بغيتش ندخل في نقاش مغربي غير بالحرام. خلينا نهضروا شويه اخويا، الله يرحم الوالدين. الله يجازيك بخير اخويا. راه انت تقريبا 30 دقيقه وحنا تنسمعوك خويا امين. انا الانسان اللي بغى يناقش خصو يكون بعدا متفرغ للنقاش، يكون عنده جالس جاي باش يناقش. انا صديق راه خليت وقيله شي 7 السوايع 8 السوايع دابا في التيك توك، ومشيت ورجعت ودرت وتعشيت وما نعرف، ورجعت ولقيته باقي حيت باغي يناقش، عنده قابليه باش يناقش. هذه اولا. ثانيا اخويا الغزال، ما تحمل لا المصدق المسؤوليه ولا محمد شكري المسؤوليه، على اعتبار حنا بجوج تنعيشوا في المغرب. انا عارف خي عبد القادر ما تيعيش في المغرب، الصديق اللي معنا ما عرفتوش فين تيعيش، الصديق الاخر حكيم عارفو تيعيش في المانيا. خويا الغزال، هذا اللي غيهاجم الجزائر من داخل المغرب، راه الناس مشاو للجزائر وهاجموا المغرب من داخل الجزائر. هذه اولا. باش اذا هنا المساله هي مساله ديمقراطيه بشكل من الاشكال. راه هذاك اللي مشاو هاجموا المغرب من داخل الجزائر راه هما اللي تيهاجموا دابا الجزائر من داخل المغرب. هذه النقطه هي واضحه باش نكونوا واضحين اخويا. شوف، قال لك الانسان الحر ينتصر لمن معه الحق. فوتها هذه مغالطه، فوتها كمل. ديال هاد المغالطه. لا السلطان ما مشاش للجزائر اصاحبي، عطاه تصريح من داخل الجزائر. ياسر الحميني ما عطاش تصريح من داخل الجزائر. هذيك عطاه تصريح من داخل الجزائر وخرج، ولكن ما عندوش لجوء في الجزائر وعايش في الجزائر. وما تيهمش واشريف جاب فيزا اسمع صاحبي، ولكن هذا كبير. اسمع صاحبي، هذا حكيم، هذا غادي يبرزطنا خويا حكيم، هبطوا في بحاله خويا الله يرحم الوالدين. راه كاينين الناس ما عندهمش اللجوء السياسي وعندهم غير من الصباح هو تيهضر، حنا منين هضرنا بقى تيقاطع فينا خويا. مالك اخويا امين؟ واش انت بصح ولا كنتي تنتمي لمجتمع شمال افريقيا؟ حنا بلي ديفيرون على مجتمع شمال افريقيا، واخا تنعيشوا فيها. انا في المغرب ونقدر نقول لك عقليتي ماشي ديال الجزائري ولا مغربي يبقى يقاطع ولا كذا. خدا سمعناك اخويا، خلينا نهضروا شويه الله يرحم الوالدين، خلينا نقولوا الراي ديالنا. واحد اللي سمحتي لي اخويا شكري، انا ما عنديش اللجوء السياسي. انا طلبت مني هاد صفحات النهار ولا الصحافات النهار، طالبوا مني انا باش نمشي نضرب في النظام المغربي داخل الجزائر ورفضت. ماشي مجبر عليك تكون عندك اللجوء.
راه كاينين ناس دخلوا بلا لجوء ما ضربوا في النظام المغربي. اذا هذا راه كيف قلت لك في الاول راه كاين واحد الاجندات، هما يضربوا هنا والاخرين يضربوا من هنا، وهذا غير اللي غسل الدماغ ديال الناس وينسيوهم على المطالب ديالهم والحقوق ديالهم، وتبقى بنادم بحال دابا حاليا. كنشوف هاد الصراع، الصراع منين؟ هذا راه صراع اجنده، صراع اجنده، لا من طرف الجزائر ولا من طرف المغرب. هذه حقيقه. تفضل اخويا. شكرا. باش نقول لك واحد المساله خويا حكيم، ماشي غدا ولا بتغدا تولي العلاقات المغربيه الجزائريه على خير وبخير. والله خويا النظام الجزائري يتبرأ من هادو، والنظام المغربي يتبرأ من هاد الناس اللي عندهم لجوء سياسي في المغرب. وهذا النظام الجزائري ولا صفحه النهار ولا ما شنو سميتها، الليل ولا الصباح ولا المساء، والله تتبرأ من هاد الناس بالله. باش نقول لك راه دابا هادو مجرد بيادق يحركونهم كيفما يشاءون على مستوى رقعة الشطرنج، لا أكثر ولا أقل. باش نكونوا واضحين، هاد الناس ناس مساكن ما عندهمش دربة سياسية، ما عندهمش واحد المستوى انهم باش يقراو الفعل السياسي، لان كاين الفعل السياسي وكاين الفعل سبونطاني عفوي، تيجي يدير المواطن تيقدر يخرج مسكين يعطي تصريح في شي موقع الكتروني وكذا تيقولوا بعفويه معينه، تتفهموا، حتى الدوله تتفهموا، حتى الاجهزه ديال الامنيه تتفهموا. وفرق ما بين واحد يؤمن تيقول لك انا خويا جمهوري، انا خويا مع جمهوريه القوقاز، انا مع جمهوريه ما نعرف، هذا راه فرق كبير. هذا راه انسان ربما ان لم يكن يتبنى مشروعا سياسيا فانه يكرر واحد السرديه ديال واحد المشروع سياسي معين، يكون هو جلاد ولا يكون ضحيه. حنا تنحملوه من خلال الخطاب ديالو، يكون جلاد ولا يكون ضحيه، يكون ضحيه ديال هذيك الشعو ولا ما شنو سميتو، ولا يكون جلاد. جلاد هو شعو، والضحيه هما هؤلاء الببغاوات الذين يرددون واحد الخطاب اللي السياقات، سواء لا السياق التاريخي ولا السياق الذاتي ولا السياق الموضوعي متوفر. راه ما يمكنليش انا نقول لك انا راه دابا كاين النهار هو الليل، لانه جورجاني تيقول لك الخبر مصداقيه الخبر ما كان مصادقا لحال الواقع احتمل الصدق، وما كان مخالفا لصدق الواقع احتمل الكذب. اذا ما يمكنليش انا نقول لك دابا كاين النهار وانا عندي دابا الوحده ونص ديال الليل في المغرب ولا وحده 22 اكزاكتومون، ما يمكنش دابا الليل، لان تنشوف عيني، لان هي المساله اللي ممكن انها تعطيك الواقع الحقيقي هي عينك. شنو تتشوف عينك؟ انا ملي تنشوف مثلا التهميش، ملي تنشوف الحقره في المغرب، ملي تنشوف الظلم، راه عيني تتشوف هذا الشيء، ماشي قالوا لي شي واحد ولا شي دكتور ولا قالوا لي السنايبي ولا كريط ولا علان ولا فيلان ولا مناصيني ولا ما نعرف. عيني تتقول لي انا، انت تقول لي عيني تدي واحد السياله العصبيه عقلي تيفكر وتيحلل، نكون قاري ما قاريش، دكتور معلم سيكليست طالب معاشو، تنبيع النخاله، تنخدام في لافاج، ماشي شغلي. عيني تتشوف، وعيني ملي تتشوف تتفهم. باش نحطك في الصوره اخويا امين، مابقاش تقول حنا من داخل المغرب الشي عندنا واحد الكثافه لغويه ربما تفوق العديد من هاد الناس اللي تيبانوك في التيك توك، وعندنا ما يثبت اننا عندنا حتى اليات الدفاع عن الدوله، وباش ندافعوا على الدوله عندنا ارقام وعندنا ما نعرف. ولكن حنا ما بغيناش نكونوا في هذا الصف، اننا حنا في نهايه المطاف ولاد الشعب. انا ولد الشعب تيعنيني، وانا ولد الشعب من تنقرا ارقام ديال الهشاشه الاجتماعيه، من تلقى ولد الشعب تيسعى، من تلقى ولد الشعب تيحرق، من تلقى ولد الشعب تيشم السيليسيون، من تلقى ولد الشعب ضحيه القرقوبي، من تلقى ولد الشعب ضحيه الجوانات، من تلقى ولد الشعب ضحيه الكيف، من تلقى ولد الشعب ضحيه المثليه، من تلقى ولد الشعب ضحيه البلطجيه. اش يبقى فيا الحال انا كانسان شويه واعي. هذا هو المحدد الاساسي. اما باش نكون انايا باباغاء، بامكاني ندير الرايه ديال المغرب وندبر له شي كرافاطه انا، ونصايب شي بريتيش في الدار، ندير له شي خاميه بشي 6000، باش نطلع نبقى نهضر باللغه العربيه وشكري يحييكم من قلب الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه للمغرب وكذا وكذا وكذا، ونبقى نجيب المعطيات انا، ونبقى ندير هاك البروباغندا، نبقى ندير تنويم من مغناطيس لعباد الله. ولاني سيلعنني الواقع، سيلعنني التاريخ، سيلعنني ذاك البسيط وذلك العجوز اللي في المغرب العميق
اللي ضحايا زلزال الحوز، اللي في ام الزان مرموشه، اللي في مرشان، اللي في مجموعه من مرشان. اتحدث عن هامش مرشان وليس عن علية مرشان، الى غير ذلك من الامور اخويا امين. وهذه هي المفارقه صراحه الله ما بين المغاربه والجزائريين. نقول لك بصدق انا اخويا امين، خذها قبلها مني ما تقبلهاش مني. مغاربه اذكياء اللي قالوها ما كذبوش، والمغاربه شرحاء. انا اتمنى ان نلقى شي منصه حياديه جزائريه فعلا تتحدث عن الواقع الجزائري الاليم، تتحدث عن الزروالي، تتحدث عن الزرواليه، تتحدث عن الطوابير، تتحدث عن هذا الفساد الذي ركمه هؤلاء الجنرالات وهؤلاء هذا النظام العسكري اللي تاريخيا حكم في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، اللي قتل واللي سرق واللي نهب واللي شفر الى غير ذلك من الامور. الشي متى كان المواطن البسيط ديال هذه المجتمعات ديال شمال افريقيا، ولا المجتمعات خصوصا ديال المجتمعات المغاربيه الامازيغيه يستطيع ان يصرح بهذه الحقيقه، نقدروا نخلقوا واحد الوعي السياسي اللي نمشيو به للامام، نقدروا نخلقوا واحد الوعي السياسي اللي نقدروا به نجابهوا به الدوله ما تتقاسش من عدد بعدد البشر، الدوله ما عمرها تتقاس بالكم، تتقاس بالكيف. الدولة نهار اعتقلات ما اعتقلاتش حراك الريف كله، اعتقلت الزفزافي، اعتقلت الايقونات والمحركات والأضمغة ديال حراك الريف، ما اعتقلاتش هذاك الزروالي البسيط مسكين اللي عاد تابع، اللي ما عارف والو، اللي ما فاهمش. لا، اعتقلت الانسان الذي ينتج واحد الاطروحه سياسيه، ينتج نقد عالم للحكومه، لآليات الحكم، للفساد، للاستبداد، لميزانيه العموميه، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، الاثراء الغير مشروع الى غير ذلك من الامور. هذا هو الانسان النوعي اللي تنقلبوا عليه حنا. اعطيني بضعه من الشرفاء أهزم لك جيشا من الفاسدين ومن المستبدين، لأن حركة التاريخ ما صنعتهاش الأغلبية، صنعتها الأقلية، صنعها توماس أديسون، صنعها إينشتاين، صنعها جون جاك روسو، صنعها فولتير، صنعها مونتسكيو، صنعها غاليلي، صنعوا هؤلاء العلماء الذين استطاعوا فعلا أن يغيروا مجرى التاريخ ومجرى السياسة ومجرى الشعوب ومجرى الإنسان ومجرى الحقوق. هذا هو مكمل الفرس. انا فهمتيني، راه بعض الخطرات تلقى القاطع، علاش نقولوا حنا القاطع وكيما حدد نيتشه، القاطع ماشي من منطلق اللي هو واعي، ماشي من منطلق اللي هو فارغ. القاطع راه هو الذي يؤمن بالشيء دون ان يسائله، القاطع هو ذلك الذي لا يمتلك الحس النقدي ولا يسائل الارقام ولا يسائل المسؤوليات. انا حينما اسائل الملك وحينما اسائل البرلماني وحينما اسائل رئيس الجماعه وحينما اسائل المعين العامل ولا الوالي ولا القائد، اسائله من منطلق المسؤوليه لا من منطلق الشخصيه. انا ماشي تنحبو ولا نكرهو، انا ماشي مصاحب معاه، انا ماشي صاحبته ولا صاحبه، لا، انا اسائل من منطلق المسؤوليه السياسيه كفاعل سياسي يتقاضى اجر من الميزانيه العموميه، واخا ياخذ من عندي انا 4 ريال كمواطن شكري مقهور في المغرب. تنسائلوا من هذا المنطلق. 4 ريال من حقي نسائل فيها، 2 ريال من حقي نسائل فيها، الريال من حقي نسائل فيه من منطلق المسؤوليه السياسيه، لان السيد اختار باش يكون شخصيه عموميه، واختار باش يكون امام المحك وامام المساءله ديال اي مواطن، سواء كان بسيط، سواء كان معين، سواء كان منتخب، سواء كان مواطن مغربي اعزل، يكون فيما بغى يكون، عنده لاكارت ناسيونال، عنده جواز سفر مغربي. هذه هي المساءله السياسيه. احنا ماشي جايين هنا تنتحابوا، انا حقا انت تتبغي كذا حتى انت كذا، لا، احنا ما عندناش هنا علاقات الوجدانيه وعلاقات العاطفيه وعلاقة الحب. احنا عندنا علاقة هنا سؤال ديال المواطن تجاه مسؤول، واش يمتثل المسؤوليه ديالو او لا يمتثل المسؤوليه ديالو. انا تبقى معاه في هذه الحدود، انا ما نعايرو ما يعايرني، ما نسبو ما يسبني، في الحدود، في حدود الضمانات اللي تضمنها لي الوثيقه الدستوريه، في حدود الضمانات اللي تضمنها لي حريه التعبير، في حدود الضمانات اللي تضمنها لي الراي اللي هو سيامن به العالم كله. اي مسؤول هو معرض للمساءله، اي مسؤول هو معرض للمجهر، لانه اختار ان يكون شخصيه عموميه. لما بغاش يكون شخصيه عموميه مشي خويا يخدم المشاريع ديالو ويتكمش، ما يكون وهبي، ما يكون اخنوش، ما يكون لا في فلان ولا علان،
كون شخصية عادية بسيطة جدا لا يحق لي أن أسائله، وإن أسائله من منطلق القانون لكن هو مؤثر في الخارطة الاقتصادية كذلك ممكن أن نسائله من منطلق العدالة الضريبية، نسائله من منطلق التهرب الضريبي، نسائله من منطلق مدونة الشغل. واش هذا السيد يعطي حقوق لهاد العباد الله اللي خدامين معاه كمواطن مغربي؟ هذاك خويا عمي نسيبي راجل اختي ما نعرف، يكون اللي بغى يكون. هذا هو المنطلق والمحدد الاساسي يبرز الوعي المغربي، وهنا تيبرز الوعي السياسي ديال الشباب المغاربه. نعم. واحد السؤال الاخ شكري، سؤال لكم بعد عطينا يعني بخلاصه الله يجزاك عليك. واش كيبان لك يعني كيبان لكم يعني في هذا بالنسبه لهذا اخ النوش مثلا، واش كيبان لكم بان هذا الانسان هذا مازال باقي صالح ولا خص كيف شنو هو الدور ديال الشعب المغربي باش يطير هذا اخ النوش مثلا، بلا ما نناقشوا انا على شي حوايج الفوق، راه كاينين الاخوان هنايا المهم غير على قضيه اخ النوش. يعني كيفاش كتشوفوا في هذا اخ النوش حاليا داخل المغرب؟ ويا حكيم اخ النوش، شوف اخ النوش ربما قد وضع نفسه امام المحك الحقيقي للمغاربه. المحك الحقيقي للمغاربه هو الطعام، هو الخبز، هو العدس، اللوبيا والزيت والسكر واتاي والبوطاغاز ديال 1000 فرنك وديال 400 وديال 800 اللي غتولي في المستقبل ديال 400 تولي 600 وديال 1000 فرنك ربما تولي 300 وديال 40 درهم تولي 60 درهم في قانون الماليه ديال 2024. هذا ماشي احتمال، هذا واقع قانون سيفرض ابتداء من شهر 1 لو 2024. هذا القانون يكون ساري مفعول بسلطه القانون. اذا لا كان هذا اخنوش ولا كان هذا اخنوش هو مرسول بشكل من الاشكال كما سبقوا كانوا مراسيل، سواء بن كيران مرسول، عباس الفاسي مرسول، بوستة مرسول الى غير ذلك من الامور. اذا لكان هو امام المحك الحقيقي ديال الطعام، لان الطعام او مساله الخبز هي قد تقدر تجاوز الوعي السياسي، تقدر تجاوز مساله الحق والواجب، لانك من تولي امام الطعام تولي امام ثوره الجياع، تولي امام ثوره 81، تولي امام ثوره المصران، تولي امام ثوره الخبزه. اذا لو كنت امام ثوره الخبزه ربما هي قد تجعل الشرط الموضوع الذاتي يتحقق من منطلق الجوع، من منطلق الخبز. شكري محمد خويا، ثوره كوميره ماشي خبزه، خبزه كوميره باكيطا. انا في 82 هي ثوره كوميره. بحال اخويا بحال هذيك كوميره نسماها غير هذاك المقبور البصري. اما هي ثوره الكرامه، هي ثوره المغربي الحر، هي ثوره البيضاوي الذي انتفض في شارع الجر وعطانا 2000 شهيد في ثوره البيضاوي. وتحيه للبيضاوي، وعاش البيضاوي. ماشي هذا المنطق الانتماء، ولينا منطق التاريخ للبيضاوي، لان البيضاوي قدر يقدم 2000 شهيد في شارع الجر، وشارع الجر واشجار شارع الجر لا زالت شاهده من 81. جرات الاناسي، جرات المولاي عثمان، زبيده 1 2 جره لهذيك تما هذيك المارشي اللي كاين ديال الخضره، لاله مريم، جره كل هذيك الطريطوار كله تما كله شم ريحه الدم في 81. ورفيق زروال راه كبر مني وكبيرنا هو الله عز وجل، راه شاهد على هذه الحقيقه. اذا حينما توصل المساله للطعام، انا كتبت واحد المقال على الطعام، عطيتوني واحد 5 دقائق بغيتوني نتقاسموا معكم. يعتبر الطعام من بين المكونات الاساسيه لاستمرار الوجود والحياه، فلا يمكن ان نتصور حياه انسان او اي كائن حي في غياب هذا المكون الاساسي لاستمرار الحياه على وجه البسيطه. لذا سنحاول من خلال هذه المقالة الوقوف عند علاقة الطعام بالسياسة عموما، وكلما خضنا البحث هكذا نقاش تثار أسئلة متعددة ومتناسلة وعلى فيض تطرح أسئلة متعددة. سنكون أمام خلاصة واحدة ووحيدة، وقضية الطعام أو العيش في عموميته تتحكم فيه عوامل شتى. لا يمكننا أساسا أن نغيب المكون السياسي يحكم هذا الأخير أو يحتكم هذا الأخير في علاقته بالشعوب على قضية الطعام. والطعام ها هنا ليس بذلك المفهوم الضيق الغريزي، بل هو ذلك المفهوم الأعمق والأشمل. وحينما نحاول أن نقارب مسألة الطعام، خويا محمد شكري الله يرحم ليك الوالدين، هذا نقاش مغربي
انت يا قلت لي باللي هذو باللي واحد الكابرانات اللي هنايا ولا مش يكونوا ولا واحد الحكام. خويا اميني، انا عبدتك غدا نجي ان شاء الله ونناقشوا هذا الموضوع فيما هو فهمني. غدوه ان شاء الله جي مرحبا بك خويا، واسمح لي والله غير اسمح لي، انا كنت باغي نحبس اللايف وانما بغيت نزيد معاهم هاد الاخوان مهما طلعوا الاخوان في الكيس غادي نزيد معاهم. غدا ان شاء الله جي مرحبا بك، والله تنفتحوا معاك موضوع، نفتح معاك موضوع ونفتحوا موضوع على هذا الشيء هذا في الكابرانات والجزائر والمغرب. كمل الكلمه ديالك الاخ محمد باش نعطيو، ومرحبا بالاخ رفيق والاخوان اللي معنا. واحد مداخله صغيره ونمشي في حالي. بغيت نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. انا تصنتكم الاخ، تصنت له مزيان. محمد شكري شكرا بزاف، راه كنستافدوا منك زعما صراحه، ونتفائلوا بالخير وبالمستقبل ان شاء الله، والله يدير لي فيها خير. ومع السلامه، وتهلا لي خي هشام، الله يعاونك. في الامان خويا، بسلامه. شكرا الله يعسكم الخوت. ممكن والزين سيدي حكيم. شكرا. الرفيق حكيم محمد شكري، تحياتي. تحيه متبادله اخويا، تفضل لو سمحتي عطينا واحد جوج دقائق، لاننا نحن نكتب وندون مقالات الرأي من داخل المغرب ومن داخل الوطن الجريح، ولا يمكن لاحد ان يتزايد علينا. يا سي محمد شكري بلاتي خلي الاخ يكمل جوج دقائق. انا طلعت الوقت لي الشيء الكيس، انا بانت لي محمد شكري وانا نطلع عنده، لان استنى 100 موا وتلاقيت معكم، وهذه فرصه. خويا العزيز مرحبا بك اخويا العزيز. مرحبا بك خويا منعم، بارك الله فيك، شكرا. الا كنتي خويا جيتي من اجلي مرحبا بك اخويا. نحن هنا نناقش بواحد المساحه اللي فيها نوع من الحريه، فيها نوع من التعبير عن الاراء بشكل من الاشكال، ونحاول نؤسس لاي نقاش، لانه كاين ما يسمى الان بثوره الوزاره البيضاء، ثورة المعلمين والأساتذة في المغرب. كاين ما يسمى بثورة المنكوبين، ثورة المنكوبين اللي هما ضحايا زلزال الحوز، اللي الناس باقا ما استافدوش لا من إعانات مباشرة من خلال ما سمي ب 2500 درهم، ولا ما يسمى بمشروع إعادة الإعمار، مما يدل على أن حكومة الآن تتسيد المشهد السياسي في المغرب هي حكومة فاشلة بامتياز، لا من خلال مجموعة من المشاريع التي تبنتها هذه الحكومة في إطار ما يسمى ببرنامجها الحكومي، زياده ديال 2500 درهم لكل استاذ والاستاذه وكل معلم ومعلمه، اللي داز تقريبا ما يناهز على نصف العمر الحكومي الان، ولا شيء تحقق. ما يسمى بتكريس الدوله الاجتماعيه، لا شيء تحقق على مستوى الدوله الاجتماعيه، ونحن نحاكم من خلال الزمن ونحاكم من خلال المردوديه، كي لا ننعس بالظلاميه وبالعدميه، وكي لا ننعس بمجموعه من المفاهيم الجاهزه التي يود ما يمكن الاخر من خلالها ان يوجد عن اراء هؤلاء الصوت الشقي كما سماه هيجل وكما سماه نيتشه وكما سماه غرامشي. هؤلاء الصوت الشقي الذي ينتصر للشعب، الذي ينتصر للمقهور، الذي ينتصر للمعطل، الذي ينتصر للإنسان ربما الذي لا يقتات حتى ب20 درهم كما كانت الوزيرة ومعالي الوزيرة التي طالعتنا في حكومة بن كيران أو في حكومة ربما العثماني. أنا لا أعقل أسماء الوزراء ولا أعقل ولايتهم، لأنهم هم منفيون من الأصل ولا يقدمون مردودية لهذا الشعب ولهذا الوطن الجريح. لذلك أتناساهم بشكل من الأشكال. اللي قلت لك 20 درهم في المغرب، أي واحد ما عندوش مشكل في 20 درهم. هذه واحد الوزيرة سميتها بسيمة الحقاوي، جبت غا السلبيات محمد شكري الله ينعاد اللي قراك، جبت غا السلبيات على المغرب الله ينعاد الوالدين اللي ثقف. أود الله ينعاد. شكرا بارك الله فيك. شكرا. هذا هو اللي كان كيبيع الدواء ديال البرغوث في البرغوث، وهذا هذاك اللي راك تعرفوا مرلبوق اللي كيبيع الدواء البرغوث والجمل والسيبان. تفضل كمل الكلمه ديالك. شكرا. هذا من النواحي اللي هي من الشرق، هذاك من هذوك صحاب هوك ما وخاطب الناس على قدر عقولهم. شوف السي خونا اللي تتعيش في الاسبانيول اللي طلعتي تقول السلبيات، انت اصلا مهجر اكثر من 30 عام في الاسبانيول. ما تديش عليه هذاك مغيط في دماغه هذاك. اخي حاكي واخويا شكري راه مسكين الزو
في 207 هذاك ما فيه شكري كمل المداخله ديالك بغينا نتفاعلوا معاك بغينا نتفاعلوا معاك اخويا شكري شوف كون ديمقراطي في كلمتك. شوف هذاك ما تديش عليه، هذاك راه هو ومرتو باعوا القضيه ديال الجراده، هذا هو ومرتو باعوا القضيه ديال الجراده، هو واللي معاهم كانوا باعوا القضيه، الناس مشات للحبس لا ما نتشخصوش تعويضه. دخلناك والله خويا حكيم ما تشخصنش، خلي خويا شكري يكمل المداخله ديالو وبغيت نتفاعل معاك. لا 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 الله يرضيك الله يرضيك خلينا نحترم هذا اللايف هذا اللي طلعت معكم فيه، ما تشخصش الله يرضيك الله يرضيك. الله يحفظك خويا لا مولاي. لا كندوي معاك، راه هو اللي قال ماشي انا اللي قلت، هو الاقوال ديالو هو ومرتو. اذا خويا حكيم شغلو هذاك، اذا خويا حكيم ماشي شغلو كيفاش شغلو؟ الناس يمشيو للحبس وانت تمشي تاخذ ضبط وتضرب في خوتك اللي في الحبس. الناس مشات للحبس وهما يديو فلوس، كيفاش شغلو؟ هادو بحال هادوك الخونه ديال النيل اللي خلي والله العظيم محمد شكري عنده واحد المرافعه جميله عجبتني وكنتصنت لها الامام. قطع المايك اخي، قطع المايك خلينا نتفاعل. ايوا غير قطع لنا داك المايك. إذا أخي حكيم قلت إذا هي عوامل شتى لا يمكننا أساسا أن نغيب المكون السياسي بحكم هذا الأخير يحتكم في علاقته بالشعوب على قضية الطعام. والطعام ها هنا ليس بذلك المفهوم الضيق الغريزي، بل هو ذلك المفهوم الأعمق والأشمل. وحينما نحاول أن نقارب مسألة الطعام أساسا كمعيار أساسي وجوهري في علاقة الحاكم بالمحكوم، ولنا تاريخ كبير جدا فيما يسمى بثورة الجياع، حيث قد عرفت مجموعة من الأقطار العربية وحتى العالمية منها. لذا يعتبر الطعام مكون فارق وناظم أساسي في علاقة الحكام بالمحكومين. وأين محل الجوع؟ أعتذر أي أنني راه عندي واحد الأجندة هي راه بدات تتشرف بدات تتور. أنا راه فهمتيني غير تنجبد لكم دابا من ما تبقى لكم كما قال غسان كان فاني. حل الثورات والانتفاضات وحتى الفوضى لأن غريزة الجوع لا يؤطرها قانون ولا حتى دين. لذا تلعب كل الأنظمة وخصوصا منها العربية الأمازيغية على مسألة الطعام عموما على مسألة الطعام عموما والخبز خصوصا. فغياب هذين المكونين الأساسيين لكل يثير لكل بشر وحتى كائن آخر يحل الموت وتحل المعاناة، لأنه تم كيان يتحرك ولا يجد له من طاقة كي لا يخرج النظام عن نظامه. فلذلك تعمل الأنظمة العربية الأمازيغية على محاولة توفير الخبز وبثمن أقل حتى لا تنتفض شعوبها وتخرج بعامل الجوع للوعي، لأن مكون الوعي والحق يتجاوز الغريزي ويقر بالكمال والكرامة والحياة المطمئنة على حد نواقصها. لذلك تجد ثغرة واسعة وبعيدة ما بين بلدان العالم الأول وبلدان العالم الثالث. هنا المفارقة الغرائبية والعجائبية، فالمتقدم يتجاوز هذا منذ قرون حينما وقفة رجل واحد واستطاع أن يعبر من مرحلة البشر إلى مرحلة الإنسان. وفهم بأن الطبيعي والغريزي حقا متجاوز وعادي، ورحل منتفضا عن قوابل بين سياسة كانت تحكم باسم الخرافة والمعتقد وتحاول أن تجعل من فهم الناس فهم القطيع. لكن للتاريخ طفرات، وخير الطفرة الثورة الفرنسية والخروج من قوالب الكنيسة إلى الدولة المدنية. هكذا هي الشعوب تحقق تقدمها وسموها وحقا في العيش المستمر والمتساوي على مستوى الحقوق الأساسية. لكننا نحن مواطنو الأنظمة البائدة لا زال الطعام يحكمنا ويجعلنا نصمت ونعبر ونتكتم ونحتقر من أجل لقمة عيش لا أكثر. شكرا. تحياتي. إذا قضية حامضة مع الناس باقا كتضاربة مع طبق الخبز. الأخ زغوال مرحبا، تفضل أخويا زغوال.
قبل ما يدوي زروال غنقول واحد الديسك. المهدي زروال لابد من الانتصار، دابا انت عارف لابد هذاك من جاي هنا الانتصار كتطلع ضد علينا هذا ولا الاستعمار. مش كان تصنت ليا الا كان زروال، انا عندي زروال ضحيه بلاتي وضحيه ديال 82 ضحيه ديال. احنا بغا نغنيو هنا نغني لك واحد الكميه وكنغني لك ديستوري. حكيم خليه دابا راه هو غلط في الديسك، انا عرفت واش على ما كيقول الزروال يا زين. ديك السعيده ديال برشيد، انا من برشيد كنقول زروال برشيد ضحيه من الضحايا ديال الاختطاف القسري. يمكن للسي حكيم ما عرفنيش اش كنقول، سي زروال راني راك فهمتيني اش كنقول. شكرا، تفضل سي زروال. على الشهيد عبد اللطيف زروال الشهيد تحت التعذيب دار مولاي الشريف ولد برشيد، ولد بلادي، انا حريزي من برشيد. وقولها ليه، قولها ليه يعرف رحنا راه مناضلين. المهم تحياتي منعم، تحياتي. غير باش نصحح لك واحد المعطى، تحيه متبادله. بصح واحد المعطى، الانتفاضه ديال 81 ماشي 82، 20 يونيو 81. صح، بديت كنكبر شويه، لا ميموار ديك الساعه مع وانتفاضه وجات الانتفاضه كما قال قبل منا محمد الشكري، هي على نتيجه ديال التقويم الهيكلي والزياده في الاسعار، واللي عبر بها الشعب المغربي وخاصه الدار البيضاء سير الله على الانتفاضه. يعني هذه مساله ما، يعني انا قبيله التقطت واحد كلام اللي كان قالوا شكري واحييه في هذه المساله، وبغيت نشير ليه. هو شار هذه المساله ديال العلاقه ما بين المغاربه في الصراع ديالهم مع السلطه السياسيه الحاكمه، وذاك المخاض اللي كيتخذ والانتاج ديال كما على حساب كما هو سمانيت. وبالفعل كنتفق مع الاخ والصديق محمد شكري، الانتاج المثقف من داخل العضوي من داخل الطبقه ديال الشعب الكادحه والشعب المغربي، بخلاف هذا الصراع اللي كنطرحوا ذاك المجهر على الوضع ديالنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد ديالنا. وهذا اللي كيغيب على المنصات وكثير، ومش على المنصات، حتى واحد الفتره ديال الثمانينات كان كيغيب علينا حنا حتى ذوك المعطيات ديال في الجزائر على انه واش كتنتج مثقفين اللي كيوضعوا المجهر واللي كيشخصوا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد ديالهم، واللي كيعطيوك على الاقل مثلا بحال تونس كنوجدوا فيها هاد المثقفين وهاد الوضع، وكنلقاو فيها هاد المخاض في سوريا مثقفين في مصر. يعني وكنا حنا كمناضلين في ديك الفتره كنعرفوا الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه جميع الدول الا الجزائر. كيبقى يعني كيصعب علينا باش نبحثوا على المعلومه، وخاصه دابا في المنصات دابا اللي ولات لا تكنولوجي وكيغيب هذا. وهذا هو اللي لان الشعب المغربي شعب حي، والدليل اليوم اصبح عندنا حراك، انا كنسميه حراك البيضه البيضاء، لانه ماشي غير الانتفاضه ديال الاسد بل الحراك. وهذا كيربط التاريخ ديال ان رجع بالتاريخ ديال الانتفاضه ديال 23 مارس 1965، واللي انطلقت على بالقرارات ديال بن العباس انذاك، واللي ادت لهذا الانتفاضه في الستينات، واللي جات مستمره وفي ضرب مثلا الركائز ديال الاسس ديال الدوله وديال الشعب المغربي والتطور ديالو والمستقبل ديالو هو التعليم. وبالتالي واللي هي كما شار لها الاخ شكري اللي احيي عليه، واللي كتضرب حتى في القوت اليومي ديالها من خلال ديال الجماهير الشعب المغربي، من خلال الزيادة المهوله في الاسعار، من خلال تفويت جميع القطاعات السياديه ديال البلاد، من خلال بيع البلاد كامله للاجانب. وهذه العوامل كامله، والقادم هو اسوأ. واليوم اللي كنعيشوا فيه دابا واحد الزخم، سواء في التعاطف، يعني ماشي التعاطف ولكن تحرك الوجدان ديال الشعب المغربي ومناضليه مع القضيه الفلسطينيه. وفي نفس الوقت هذا المخاض دابا اللي الصراع اللي كاين دابا حاليا في المغرب مع رجال التعليم، واللي بدا لانه هي القاطره ديال اي مجتمع، واللي كيحاول هذا النظام السياسي الحاكم كيضرب هذا الاشكال هذا كامل. والان يعني بدا ذاك المخاض
كيبدا كيخرج للشارع والعلن. وبالتالي اليوم اللي تبع اليوم ان راه حتى التطور ديال الحركه ديال الحراك ديال التعليم اليوم كان ارقى في المظاهرات اللي تبعها وحتى في نوعيات الشعارات اللي ترفعات. وهذا النظام اللي كيحاول دابا امكان بكل الاساليب ديالو يعني الضرب ديال هذا الزخم. وبالتالي راه ممكن مقبل المغرب على شي انفجارات اللي غتأدي من واحد الولاده ديال واحد المجتمع اللي ممكن يقدر يتصدى لهذا كامل هذا ضرب المكتسبات اللي حققها الشعب المغربي طيله من استقلال الشكلي 1950 الى يوم هذا، واللي قدم فيه ضحايا وشهداء ومئات المعتقلين وقرون من السجون. وهذا اللي كان شار فيه. انا احيي على هذا التوطئه ولا هذا اللي دار الاخ شكري. شوف مادام ذكرتي على ان ديال الوزاره البيضاء ديال الاساس ديال المعلمين، صراحه الله تنشد على ايديهم بحراره. وان كنت انا استغل من خلال القطاع الخاص، ولكن هذا لا يعني على ان القطاع العمومي، باعتبار انني تندي الضريبه في الحليب، في الزيت، في الطاكسي، في التران، في الطياره، في الارض، الى غير ذلك من الامور. مادام انا تندي ضريبه عندي حق انني نعطي راي ديالي. بغى اللي بغى وكره اللي كره. مثلا ناخذ السيطور الحليب انا ب 80 ريال، مثلا ناخذ والماس 140، مثلا ناخذ باط السردين ب 10 دراهم، سواء كان لوكوس ولا ميلو، ولا بغيت ناخذ شي سردين زوين خصني واحد 13 درهم. من حقي نقول رايي. شنو قالوا الاساسيد اخويا حكيم؟ والله يا بابا دوله هذه حكيم قسمت لنا الاخوه الله يجزيكم. حكيم عطيني جوج دقائق. صاحبي ممكن حويت دوّد القحبه. شكرا كنحويت يا العوائل والقحبه يا حكيم. الله يرحم الوالدين. شكرا بارك الله فيك. شكرا الله يجازيك بخير. شكرا خويا. اذا والله يا بابا دوله هذه والله غابه، فرضوا علينا المرسوم وجابوا لنا الدبابه، والمصير ولا مجهول والمستقبل ولا ضبابه، وغير رحل وسير رحل وسير الماء والشطابه. لا دار لا دوار ياما، راني محاصر ما بين المخزن ياما وصنع القرار، والبنك الدولي ياما شقلب لي حالي. ما تهدر ما تدوي وزارات المعالي، قالوا يصلحوا البلاد ياما ويحاربوا الفساد. واو شحال فيها من واو. خدمنا بالتعاقد وزدنا خدمنا بالتعاقد ياما وشلا عقود، وكاع حسبونا كاملين من خارج الحدود. لا دار لا دوار ياما، راني محاصر ما بين المخزن ياما وصنع القرار. تحياتي خويا حكيم. تحياتي خويا شكري. وهاد الشعارات هي اللي كتربط ما بين اللي شرت لي هنا في التوطئه ما بين الماضي والحاضر. وهاد الشعارات هي اللي ترفعت في 65 وترفعت في 81 وترفعت في 84 وترفعت في 90، وها احنا اليوم كنعيشوها. وبالتالي ان راه الجيل ديال اليوم يعني فيه الامل وفيه المستقبل، وهو اللي ممكن غياخذ المشعل. وتحياتي وما نحتقرش الكلمه الاخوه. تحياتي لكم. تفضل خذ كلمة منعم. وكنصحاب بلاصتي دخل دير ولا شي بيرو ديال سميتو. تفضل خذ الكلمة. تحياتي سيدي حكيم، تحياتي الاخوان الرفاق كاملين. واحد قلت لي تفضل خذ الكلمة بحال امرتيني، وهذا هو اللي كان سيدي حكيم باغي والله طول الجو شويه ونخليو الجو متسنج، نخرجوا في مظاهره. دابا حنا شاركين غاتسنى شحال كاين واحد في الكاس. راك اصلا غلطتي. انا ماشي ما عنديش بيرو هنا، راه الاخوان عارفين اش عندي هنا. كنضحك معاك يا صاحبي. انا راه كنضحك معاك. انا عندي وصافي راه حنا مفرقين في دماغنا صاحبي. اش راه كنعيشوا انا من الثمانينات ومن السبعينات صاحبي، غنبقاو نفرقوا في راسنا. خلطوا الجو واحد شويه. نضحك معاك سيدي حكيم اول مره، وكنشكرك على الاستضافه. وراه قلت لك الوقت بان لي محمد شكري وشحال هادي ما شفتو في شي كاس، وانا كندور دخلت دابا للدار وكندور في لي كاس يعني وبان لي محمد شكري وبغيت سميتو، ولقيت داروا واحد العرض زوين. هي اللي ما عجبنيش انايا في الكاس فاش طلعت لقيتكم بواحد النقاش مع
ان الجزائر خونا ماشي ماشي غير هو فاش كيكون نقاش مغربي كاين واحد شويه ديال الحساسيه، لان بعض المرات خصنا نتابعوا. كاين بنادم اللي كيبغي يستغل بحال هاد سميتو. انا ما كنعطيكمش الدروس، سمحوا لي. عجبني العرض ديال خويا محمد شكري وما ندمتش عليه، وتصنت ليه مزيان وبإمعان، وداكشي اللي قال هو الواقع. الا بغينا نناقشوه نقطه بنقطه راه هو الواقع، وعرض ما عندي ما نقول فيه. غير اللي بغيت المؤاخذه اللي عندي عليك سيدي حكيم هو ان فاش كيكون نقاش مغربي علاش غندخلوا معنا لي زالجيريان؟ الا كان هذا الالجيريان تا هو يقول الواقع اللي عنده تما، ماشي بقى يحشي لنا في الهضره. لان راه كنعرفوا هما كيفاش كيبغيو يستغلوا اي اكبر وحدين بعد ضرونا حنا كمغارة هما هاد لي زالجيريان. لان الوقت اللي كنبغيو نطالبوا بالديمقراطيه هذيك كيقولوا لنا القضيه الصحراويه. القضيه الصحراويه شكون اللي خالقها لنا؟ ودابا شكون اللي خالق مغاربه هنايا ما كاينش لي زالجيريان، هضر على المغرب. فوالا دابا ما بقاش لا، حيت فاش طلعت في الاول لان حنا سدينا ذاك الباب عاود كتحلوا باش يطلع شي حد اخر. اللهم هضر على المشاكل الداخليه اللي عندنا حنا. خويا انا غير هذه توطئه للنقاش. انا قلت كيفاش دخلت النقاش لقيت بان خويا محمد شكري كيتناقش مع واحد الالجيريان، وداخل ذاك الالجيريان راه فعلا سيدي حكيم راه عجبني الرفيق حكيم ولا التسميه اي تسميه. عجبني الوقت اللي فهم هذا الميساج وخلى صابونا نصبنوه بيناتنا، ما نخلوش نفتحوش فرصه ان واحد اخر يمرر واحد مجموعه ديال الامور. حنا كنعرفوا الوضع ديالنا المغربي، كنعرفوه بالخيب ديالو بالزين ديالو، والكرونولوجيا ديال الاحداث الا بغينا نبداوها من قبل الاستعمار ولا من مورا الاستعمار ولا من موراه، كاين واحد المجموعه ديال الامور اللي كانت طرات. وحتى الناس ديال اليسار الا بغينا ندويو، والناس اللي اكبر مدافعين على الحقوق اللي كانت في الايام ديال الثمانينات فاش كانت المعارضه قويه، وفاش جات 81 و 82 راه خذلونا من بعد. هي حكومه التناوب اللي جات من بعد خذلونا المغاربه، راه ما بقاش عندنا الثقه. وهذيك الثقه فين راه الثقه؟ وهذا هو الموضوع الاساس. احنا واحد الطبقه اللي كتدافع على فعلا كتعرف لا سيتوياسيون ديال المغرب. السي منعم انا نقاطعك وكمل مع كامل احترامي للروح لعبد الرحمن اليوسفي. سميتها حكومه تكالب ماشي حكومه تناوب. تفضل. الله يحفظك. انا ما بغيتش نقولها، ما نقدرش نقولها لان بعض المرات ادبيات الحوار ما كتخلينيش انني نمشي لواحد سميتو، واخا كنخلي واحد المقامات كنحترموها. كما كنقول الحكيم سيدي حكيم، ونقول لك سيدي محمد شكري، ونقول زروار ورحنا سعيده قتلوها ولاد الشعب، سميتو واحد المجموعه ديال الشعارات اللي عشنا معاه حنا من الستينات والسبعينات دونك اللي بغيت نوصل ليه هو ان واحد المجموعه ديال التراكمات كل ما تقنا كل ما شوف. كنقول لك العرض ديالك اخويا محمد شكري انا كنبصب عليه دعاء زاد، كان عرض قيم، وانا كنت كنعرفك بانك كتقرا وكاتب داكشي وتبارك الله عليك. لان هذا العرض انا نتبناه كارضيه لواحد المجموعه ديال المواقف. غير دابا خصنا نكونوا واقعيين في نقاشنا، شكون باقي من الشعب يقدر يخرج معاك؟ الشعب قهروه، الشعب خوفوه، الشعب شراوه، المناضلين تشراو، النقابات تباعوا، الاحزاب السياسيه مابقاش عندنا معارضه. علاش كنقول لك صابونا نغسلو بيناتنا، ما يكونوش معنا، ما نناقشوش هادشي مع ناس اخرين. صابونا نغسلو بيناتنا، حنا كنعرفوا هاد لا سيتوياسيون اللي حنا وصلنا ليها. شنو هو البديل؟
منعم ممكن شنو هو البديل؟ هذا هو السؤال اللي غنطرح. هذا هو البديل الا بغيتو. نعم اذا البديل وسمحوا لي الاخوان انا نطرح معك البديل لا محمد شكري لا محمد شكري لا خويا وحنا كنعاودوا لا اخويا منعم البديل هو احاطه الملكيه ومحاسبتها و يعني السياده الشعب هو اللي غادي يقرر يعني المصير ديال الطريق اللي بغى يلتجئ ليها. اللي انا انسان عملي وجدتي كيفاش غدير تسقط. كيفاش لا دابا قلتي هذه الكلمه عندك عطيني استراتيجي كيفاش غدير تسقطها ونحيدوا وما سقطوهاش اصاحبي ديال الجزائر. انا كنحييك واخويا الجزائر عندنا مشكل داخل المغرب كاملين. دابا اش بان لكم تنظموا الحواريين نمشيو هكا ونبقاو نحترموكم ولا غندويو حنا كاملين وصافي واللي عنده الصوت مقود هو اللي غيحكم على المنصه؟ اش بان لكم دابا؟ نضوى الاخوان احنا مازال ما هضرناش. انا راه عندي الحنجره قويه جدا. انا جات النوبه ديالي نتكلم لان اسال على البديل. غير هو انت 12 عام كنا كنهضروا عليه. ما يمكنش نخليو الملكيه خويا الصديق. النوبه ديالي تكلمت خويا الصديق. ما فهمتينيش هشام. دابا انت جيتي من الاخر قلت لي اسقاط، انا غنعطيه حل هو ما فيه لا اسقاط لا والو وغيوحل معايا. واش بالك اخي هشام تخليني انت كدير لي اخر الدواء الكي؟ لا اجي ندير لي شويه تحميره شويه كذا الفاطمه. اش بالك اخي الزين؟ انا غنناقش معك البدائل ماشي البديل. شنو بعدا راه بان لي مشى معنا خويا العزيز. انا نعطيك حل يبقى فيه الملك. عجبك يبقى الملك؟ عجبك هذا الحل هذا زوين نقي ظريف ما بيش نعطيك مرحبا. ولكن خصك قلتي نكونوا واقعيين ياك. انا نتمناك انك تكون واقعي. انا اخويا صديق واحد نقطه نظام. خويا صديق نقطه نظام من داخل انا نعطيك نقطه نظام من داخل المداخله ديالك حيت بان لي حكيم مشى. ننظموا الوقت باش نكونوا شويه عمليين. خذ اخويا 5 دقائق باش نفرقوا المداخلات باش حتى شي واحد ما يحتكر الكلمه. رجاء خذ اخويا 5 دقائق دابا الجوج. خذ حتى الجوج و6 دقائق ومن بعدك ياخذ الرايخ. من بعدك على ما اظن هشام عاد الرايخ. شكري. اولا هو قال لي اعطيني البديل. واش نظرك انت البديل غنعطي لي في 5 دقائق؟ هذه واحد. جوج انا واش حتى غنهضر انا عاد غيولي تحديد الوقت. احترامي لكم جميعا. هو قال اعطيني البديل. انا يعجبني الانسان اللي يقول اعطيني البديل. هذا اول حاجه. على ماذا يدل؟ ان دل على شيء فما يدل على ان هذا السيد هذا عارف انه عندنا عائق، عندنا مشكل. هو راه عارف. هذا اعتراف ضمني بلا ما يشير لي بطريقه مباشره. انا يعجبوني بحال هاد الناس. هذا سؤال جوهري واقعي مشروع من حقه. كيقول لك البديل. اخي العزيز، اولا السؤال المطروح في غير محله، لان البديل ماشي حنا اللي غنعطيوه. البديل كيعطوه الاحزاب السياسيه اللي نتوما والدوله كتصرف اموال طائله من جيوب الشعب المغربي باش يقدموا البدائل من 1956 ياك. انا غنكون معك رحيم وغنبدا لك غير من 1956 باش ما نمشيش معك ب 1666 ونجي لهنا ونقول لك 400 سنه. الا انت كتقول لي ما هو البديل، فعلى الاقل انا كنشوف ان الحاصل حاليا اللي واقع دابا انه غير لم يعد نافعا. نكون معك واضح. فباش نركز معك شويه ونخف عليك الوقع ديال الكلام ديالي ديال الحل ديالي، غنمشي معك غير 56. ماذا قدمت الاحزاب التي يعتبرونها احزاب وطنيه منذ 1956 الى يومنا هذا؟ الجواب صريح وواضح جدا لا يحتاج التفكير. لا شيء يذكر، لا شيء يذكر، لا شيء استفاد منه المغاربه سوى الضحك على الدقون وسوى إطالة الأزمة. البديل يا أخي هو أولا حل البرلمان، حل جميع الأحزاب، وهذوك الفلوس اللي كيخسروهم كتزكيات وكمانضات للبرلمان اللي هما كيمشيو ينعسوا لنا تما. المخير فيهم ما كيعرفش حتى يقرا خطاب او فقره كاتبينها ليه شهرين هو كيحفظ فيها، كيجي حتى للبرلمان كيبقى يتجا. من الأحسن أنهم ما كيفيدونا
اللهم ان ذاك الفلوس ديالهم نستافدوا منهم نبنيو بهم في مناطق نائيه معزوله مهمشه مقصيه، بعض المستوصفات وبعض المدارس باش يتعلموا ابناء الشعب المغربي. ريتما نشوفوا الحل مع هذا النظام هذا وحنا كندخلوا معه. هذه اولا. ثانيا تعديل فوري للدستور بحيث يتم اشراك الشعب المغربي في تعديله، لان ذلك القانون المسطر في الدساتير يحكم به جميع المغاربه، بينما الشعب المغربي لا يتم اشراكه في تعديل اي دستور على مر التاريخ المغربي من 56 وانت جاي. جميع التعديلات كلها منك واليك ايها النظام المغربي. هو الذي يختار اللجنه التي تعدل الدستور، وهو الذي يعني يحدد الصلاحيات، صلاحيته وصلاحيتنا وصلاحيتهم. فبالتالي يا اخي العزيز، هل يستطيع النظام ان يضمن لنا هذه المطالب المشروعه البسيطه جدا؟ ثانيا، عندما نجد بان الوضع في المغرب منذ 1660 الى يومنا هذا لم يتقدم، بمعنى التقدم، لأن اليابان تقدمت وأمريكا تقدمت والكيان الصهيوني تقدم والمغرب تقدم، لكن المسألة ليست في التقدم بل في وتيرة التقدم، بحيث هناك تقدم صاروخي. مثلا أمريكا في ظرف 200 سنة حققت إنجازا عظيما، وهي الآن تتربع على عرش جميع الدول في العالم وتسمى الدولة العظمى عسكريا واقتصاديا وإلى آخره. فبالتالي المغرب يعتبر نفسه دولة ضاربة في التاريخ و1809 سنة إلى آخره، ولكن حينما نأتي إلى الواقع نجد بأننا في بعض المناطق أو جل المناطق المغربية يعني تنتمي إلى العهد الحجري، بحيث المغاربة لا زالوا يسكنون في أكواخ بالطين والحجر. وخير دليل على ذلك الزلزال الذي رأيناه جميعا، هو كارثة إلهية، ولكنها في نفس الوقت هي أداة ومعيار للبنية التحتية التي صدع لنا رؤوسنا بها هذا النظام وأعوانه وأذنابه وأبواقه العياشية. خلينا أخويا نعطيه الحل. اخويا المهم احتفظ عطيتي مجموعه من الحلول. داز بعدا ماشي هو ذا السؤال ديالي، ماشي هو السؤال. بلاتي السي منعم، بلاتي لا واحد ما يحدد لي الوقت. سي صديق، لا شكري ما تحدثش لي الوقت اخويا، الله يرحم بابك ما تحدثش لي. لا نعطيو الكلمه شويه للاخوان وانت معنا اخويا. ولا حنا كلنا هنايا تقريبا معارضين. ربما هذا السيد هذا كيبان لي ماشي معارض، ربما. لا صديق ماشي بهذا المنطق. خليني انا نهضر، الله يرحم لك الوالدين قال لك عطيني البديل، انا كنعطيه البديل اخويا. انت حكمتي عليا حكم مسبوق وما كتعرفنيش، وماشي السؤال ديالي هو هذا اصلا. ماشي هما داروا البدائل اللي بغيت ندير. صاحبي انا علاش كنحترمكم ما كتحترمونيش؟ علاش؟ هذا هو السؤال. لا ابدا اخويا شكرا الصباح وانت كتهضر ما قاطعتكش اخويا، انا والله ما قاطعتك. لا شوف اسمح لي خليني نهضر مع صاحبي، انا كيعجبوني بحال هذوك عطيني البديل، انا كنعطيه البديل اصاحبي. وخديتي خويا 6 دقائق كنعطيو شويه وخليني نعطيه البديل اصاحبي. واخويا صديق الله يرحم الوالدين عطيتيه البديل، راه كافه. انت ماشي دوله، انت راه مواطن تعطي راي ديالك. البديل مطروح للدوله اخويا. الله يرضي عليك اخويا صديق. خلينا ولا راك بغيتي تجابه معايا دابا غندخل معاك واحد الصراع انا غنغلبك فيه. علاش؟ غنقول لك علاش. انا راه عندي شويه وجهي ما مقصدرش. انا نتقصدر معاك غنتقصدر معاك، ما ديرش معايا هكا باش ما نتقصدرش معاك. راه ما باغيش نتقصدر معاك، راه ما تدفعنيش باش لا راه كتدفعني نتقصدر معاك دابا. انا كنعلمك باش ما نتقصدرش معاك اخويا صديق. هو دابا الله يرزقك حنا بينا 7 كل واحد يهضر 5 دقائق. هشام انا عطيته الحلول. شوف انا ما قلت له اسمعني انا عندي الجرأة ان نعطي حلول موضوعية واقعية. الا هو عنده الجرأة يقول لي هذه الحلول اللي غنعطيه هل النظام سوف يقبل بها، وهي المطالب. ما فهمتيش السؤال ديالي بعدا اصلا. قلت اعطيني البديل، قلت اعطيني البديل. ما فهمتيش. قلت اعطيني البديل. وخليني نقول لك السؤال. البديل انت عندك هو ذاك هو ذلك البديل القدح. اذا انت تفقه شيء في السياسه، اذا كنت تعتقد بان سؤالك اعطيني البديل ونحيدوا نظام نحطوا نظام، هذا بديل فرص دابا انت وانا كنحترمك. خليني نجاوبك انا. دابا لقيت المشكل مع شكري. ما انت والله ما لقى معك المشكل. اسي صديق ما كاين لا مشكل لا يحزن. يعطيك الفرصه هو شكري. لا شكري ما تقاطعنيش. واسي منعم
ما تقاطعنيش صديق، وانت باش ما نقاطعوكش اصاحبي. وما تقاطعنيش اصاحبي، انت باغي دير معايا صراع وما تقاطعنيش. ما شغلكش واش انت تهضر انت وما شغلكش. ما كاينش اصاحبي، نحترموا الوقت. خذ شي 5 دقائق ديالك اصاحبي، يكون ديمقراطي. واخونا راه باش كنت كتهضر هضرتي 6 المرات ما قاطعتكش. مشكل كنت تحشم اصاحبي، وانا ما قاطعتكش اصاحبي، ما تعصبنيش. وما قاطعتكش، انت قادر نص ساعه اصاحبي وكنت تحشم.